بص بقى يا صديقي، من غير كلام مجعلص وماكروز وكالوريز وفوليوم وانتنستي، مش ضروري تعرف كل ده عشان خاطر تتمرن وعشان خاطر تظبط اكلك وصحتك، الا لو عندك الوقت. اوكي، عشان كده عملت لك الفيديو ده، هتخرج منه تتمرن كويس، تاكل كويس، من غير اي تعقيد ولا الدخول في تفاصيل علميه مش لازم الانسان يكون عارفها الا لو كان مدرب او لاعب اثليت او داخل على بطوله او بيحضر او وات ايفر. اولا التمرين ما تكتروش، التمرين المفرط مضر، خصوصا لو لحد مش بيحسب اكله ولا طاقته واخد الامور ببساطه. 45 دقيقة كافيين جدا بالتمرينة، ما تزودش عن كده علشان الكورتيزول ما يعلاش والهضم عندك يزيد. خد وقت كافي بقى راحة بين المجاميع من غير بقى ما تحسب ونخش بقى في الانرجي سيستم وبتاعه. ريح دقيقة، لقيت نفسك دقيقة مش كافية خليهم دقيقتين، على حسب انت بترفع وزن كام، بتتمرن باسلوب شكله ايه، بتتمرن تمرينة ايه، العضلة المستهدفة ايه. ريح لحد ما تلاقي نفسك جاهز للمجموعة اللي بعدها. اسمع لجسمك بقى بجد في الوقت ده، فمش لازم تحسبها بقى ولا 3 ولا 5 ولا الكلام ده، لان الحسابات دي تعتمد على الانتنس والفوليوم وحاجات ياما مش عايزين نحسبها. ما تمرنش العضله كتير، كل ما تطلع من الجيم كويس ده دليل ومؤشر ان انت ماشي صح. عندك مثلا الاكل، بالنسبه للاكل تاكل قبل التمرين ب3 ساعات كل الاكل اللي انت بتحبه، بقى دهون، بروتين، الياف. عيش حياتك قبل التمرين ب3 ساعات، ده وقت كافي جدا للهضم، ان جسمك يهضم الوجبه الكبيره اللي انت اكلتها قبل التمرين ب3 ساعات ويمد جسمك بالطاقه اللي تكمل معاك في التمرين وتسندل معاك. السناك قبل التمرين يبقى موزه، يبقى تمره، كوب قهوه من غير سكر قبل التمرين، يبقى بحوالي بساعه الا ربع. دي حاجه هتبوست معاك وهتستمر معاك. عصير اورنج بيور اللي هو جهينه ده يبقى كويس جدا، لو اورنج بالذات يبقى بيرفكت قبل التمرين. ده ممكن تاخده قبل التمرين بربع ساعه حتى. يعني قبل التمرين تركز على اكل معدتك ما تاخدش وقت وهي بتهضمه، عشان ما تخشش في وضع الهضم ومعدتك تبقى مشغوله بالهضم، فبالتالي التمرين مش هتبقى احسن حاجه. يعني قبل التمرين تبعد عن المكسرات، تبعد عن الالبان، تبعد عن الاكل، اي اكل تقيل.